السلام عليكم. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع مهم بزاف اللي كيحير بزاف ديال الناس اللي كيبغيو يربيو طيور فيشر، اللي هو شنو الفرق ما بين طيور فيشر وطيور روز، وشنو هو البغل اولا الطائر الهجين. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا معلومات مهمه بزاف على طيور فيشر وطيور روز، الا خصوصا الا كنتي باغي تربي شي واحد في الدار. ودابا غنشوفوا شنو هو الفرق ما بين طيور فيشر وطيور روز. اول حاجه خصنا نعرفوا هو ان الطيور بجوج كيتسموا طيور الحب، بالفرنسي لي زانسيبارابل وبالانجلي لوف بيردز. طيور فيشر كتكون عندها حلقه بيضاء على عينيها، الحجم ديالهم كيكون شويه صغير مقارنه مع طيور الروز، الراس ديالها كيميل شويه اللون الرمادي او اللون الاسود عند كثير من السلالات او الطفرات ديال طيور الفيشر، والمنقار كيميل اللون الاحمر. اما طيور الروز فما عندهاش حلقه بيضاء حول عينيها، والحجم ديالها كيكون شويه كبير مقارنه مع طيور الفيشر. لون الراس ديالها كيكون الاغلبيه احمر او لا وردي حسب الطفرات، والمنقار ديالها كيكون ابيض او وردي او لا ليموني بارد على حسب الطفرات. ولكن الا بغيتي تفرق بيناتهم مزيان فالحلقه اللي على العين هي اللي كتبين الفرق ما بين طيور فيشر وطيور روز. دغيا كيبان الفرق غير من حلقه العين. فيشر كتكون عندهم حلقه العين بيضاء وكبيره، والروز ما كتكونش عندهم. دابا غادي نشوفوا شنو هو الطير البغل او الهجين. طير البغل او الهجين فهو كيكون نتيجه تزاوج طير من الفيشر وطير من الروز، اما ذكر فيشر مع انثى روز او لا انثى فيشر مع ذكر روز، والنتيجه كتكون هو طير كيتسمى بغل. كيجمع ما بين الصفات بجوج ديال طير فيشر وطير روز على حسب الصفه المهيمنه اما ما بين الذكر او الانثى. ولكن للاسف هذا الطير البغل كيكون ما كيولدش، يعني الا كنتي باغي تخدم به في الانتاج فهو كيكون عقيم ما كيولدش، اما الذكر او الانثى بجوج ما كيولدوش. ولكن بعض الناس كيشريوه باش غير يحطوه كزينه اولا باش يتولعوا به، حيت هو كيكون كيجمع ما بين الصفات بجوج ديال الفيشر وديال الروز. السؤال اللي كيتطرح هو علاش كيتنتج طائر البغل مادام انه ما كيخدمش في الانتاج؟ فالسبب الاول شي بائعين الله يهديهم كتلقاه كيبقى عنده ذكر من فيشر وانثى من روز او العكس، فكيقوم كيجمعهم في قفص واحد وكيبيعهم على اساس انهم زويجه. وكتلقى السبب الثاني هو ان هذاك اللي كيجي يشريهم كتلقاه مبتدئ في تربيه الطيور اولا ما كيفهمش فيهم، فهو فاش كيسمع زويجه وكيشوفهم مراومين في القفص فكيفرح وكيشريهم، ما كيعرف حتى كيولدوا ليه من بعد عاد كيعرف ان راه هذاك الذكر والانثى اللي زوج راهما من الفيشر ومن الروز، والوليدات اللي جاو عنده فهما كيكونوا طيور بغل. داكشي علاش ما خصكش تخلط طيور الفيشر مع الروز او لا طيور الروز مع الفيشر باش تنتج طيور، لان النتيجه غادي تكون هي بغل. وهذا طير ما كيبغيوش الناس بزاف، حيت الاكثر كيبغي ينتج من الطيور الزينه الا كان باغي غير يتولع مع الطيور. قول لي في التعليق شنو هو الطيور اللي كيعجبوكم بزاف، واش فيشر ولا الروز وعلاش. نتمنى نشوفكم فيديو جاي. تهلاو.